عايزة أعمل معاكم الورود والفرع والشكلين الوردتين دول. أوكي، هنعمل حاجة حاجة مع بعض. طيب، هبدأ بالقلب بتاع الوردة. تمام، هعمل العقدة بتاعتي. ممكن الغرز ما تبانش او السلسلة ما تبانش قوي في الجزئية دي عشان الخيط ده مش بيوضح اي حاجة، بس هحاول انا اقول. اوكي، حلو انها اتقطعت. اوكي، انا هشتغل 1 2 3 4 5. اشتغلت 5 سلسلة. بدخل في اول سلسلة اتعملت وبقفل بمنزلقة كده، فبقى عندي الدايرة اللي هشتغل جواها اهي. هرتفع سلسلة وابدأ اشتغل هنا حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 واقفل بمنزلقة. تمام، بقى ده كده القلب بتاع الوردة. طيب، هقص الجزء ده. تمام، وابدأ اشتغل باللون الابيض. تمام، هدخل بس كده وابدأ اخرج الخيط بتاعي الابيض اهو، وابدأ ارتفع 1 2 3 4 5 6 7. تمام، بدخل في تالت سلسلة منزلقة كده. ماشي، بعد كده هشتغل حشو حشو حشو. تمام، وبفوت سلسلة وفي اللي وراها منزلق. بعد كده برتفع 1 2 3 4 5 6 7. بدخل في التالتة منزلقة. معلش الخيط ده ليه خيوط رفيعة بتشبك. ف اوكي، بعد كده حشو 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 حشو. وبعد كده بفوت واحدة وبدخل في اللي وراها منزلقة. تمام كده اهي. هكمل ونرجع عشان نشوف هنكمل الوردة دي ازاي. كده خلصت الجزء بتاعي. تمام، وهبدأ اعمل ايه بقى. انا هنا قفلت بمنزلقة، هبدأ ادخل هنا كده وهرتفع سلسلة وهبدأ امشي بغرزة الحشو مرة تاني في داير الفرع كله كده. تمام، حتى في الفراغ ده بدخل مرتين كده وبكمل.
هتلاقي فرع الوردة معاكي كبر وشكله بان. اوكي، هنا لما بوصل للاخر هنا منزلقة وهو الفرع، وكمان منزلقة جوه الفرع اللي عليه الدور اهو، وارتفع سلسلة وابدأ اشتغل حشو في الداير كله بتاع الفرع. تمام. لما بوصل للحرف هنا بشتغل مرتين في مكان واحد. طيب انا كده هكمل الوردية دي. انا كده ده السطر الاخير ليها، همشي في الداير كله وابقى خلصت الوردة اللي هي بدأناها اللي هي دي. تمام. هعمل معاكي الوردة برضو اللي لونها احمر. اوكي، اهو شكل الوردة بعد ما خلصت. انا هقص الخيط، هدخل بس اخر حاجة منزلقة وهقص الخيط بتاعي، وبكده اكون عملت معاكي شكل الوردة. تمام. كل الخيوط دي هتتشال طبعا. ده شكل الوردة بعد ما اتعمل وخلصت. تمام. هتتنضف من الخيوط بتاعتها. ونعمل بقى الوردة التانية. هعمل معاكم شكل الوردة دي اللي هي البرزة. تمام. يلا نعملها مع بعض. هي 3 أدوار. الدور الأخير أنا مزودة فيه خيط لون مخالف. زي ما تحبي تقدري تخليها كلها لون واحد أو تعمل اللي أنا هعمله. هشتغل هرتفع عدد من السلاسل 1 2 3 4 5 6. هدخل في أول سلسلة عملتها منزلقة. تمام. هرتفع 1 2 3 سلسلة، وهبدأ أشتغل عمود بلفة. يبقى كده 2 عمود، 3، وادي 4 عمود بلفة. تمام. بعد كده بنزل منزلقة منزلقة. نزلت منزلقة واحدة وهنزل منزلقة مرة تاني. هسحب الخيط كده، بعدين ارتفاع 1 2 3، واشتغل 4 عمود بلفة مرة تاني. ادي كده 2، لاني دايما بحسب الاولاني عمود اللي هو الارتفاع يعني. 3 4. تمام. هعمل تاني
منزلقة 1، منزلقة 2، ارتفاع 1 2 3. هشتغل 4، ادي 1 2 فرع، هشتغل 4 وارجع لك. انا كده في التالت. تمام. كده اشتغلت ال4 اهم، 4 فروع. هدخل في اول فرع كده، حطيت الاتنين اللي هم منزلقة هنا، وهدخل في اول فرع كده، وابدأ اقلب الشغل كده وارتفع 1 2 3 4، واشتغل هنا منزلقة 1 2 3 4، وادخل ما بين الفرع والفرع منزلقة 1 2 3 4، وما بين الفرع والفرع 1 2 3 4. واخر مرة اهي هنا عند البداية. تمام. بس في اول سلسلة فيها كده كده. هدخل بقى كده اعدل الشغل وادخل منزلقة وابدأ ارتفع 1 2 3، وابدأ اشتغل في كل سلسلة من اللي انا عملتها 2 3 4 5 6 7 8. تمام. بعد ما اشتغلت ال8 بنزل هنا منزلقة في نفس المكان، وبنزل في المكان الجديد منزلقة، وابدأ ارتفع 1 2 3، وابدأ في الفرع اللي عليه الدور او الجديد هنا. هشتغل برضو 8 عمود، ادي 1 2 3. اشتغلت ال8، هنزل هنا منزلقة، وفي اللي عليه الدور الجزء ده منزلقة، ارتفاع 3 1 2 3، وابدأ اشتغل ال8 بتوعي عمود بلفة كده. اشتغلت اخر حاجة المنزلقة، اشتغلت باقي السطر بنفس الطريقة. تمام. منزلقة. تمام اهو. هعمل ايه؟ نفس اللي عملته، هلف الشغل كده من ظهره، وهبدأ ارتفع 1 2 3 4 5، وادخل ما بين الفرع ده والفرع ده. تمام. منزلقة 1 2 3
4 5. وهكذا. تمام. 1 2 3 4 5. وهكرر اللي انا عملته مرة كمان. 1 2 3 4 5. اخر جزئية هي دايما الاولى اللي بدأتها، بتبقى في اول سلسلة كده. تمام. وابدأ اعدل الشغل وادخل هنا منزلقة وارتفع 1 2 3. وهبدأ اشتغل 8 عمود بلفة مرة كمان. 2 3 اهو. تمام. اشتغلت كده 8، بقى عندي التلات ادوار اهو. 1 2 3. طيب اقدر اعمل الوردة كلها لون واحد، واقدر ادخل لون مخالف. لو هدخل لون مخالف هفك ال8 دول بس اهو، وابدأ في مرحلة اني هرتفع 3 سلسلة. قبل ما ارتفع المفروض هسحب الخيط بتاعي ده الابيض. تمام. ومعايا الخيط التاني اهو، وهبدأ امسك الفتلتين اشتغل بيهم كده ارتفاع 3، وكده هشتغل بالفتلتين عادي جدا. 2 3 4 8. هبدأ منزلقة، وفي المكان اللي عليه الدور من الشغل ده منزلقة ارتفاع 1 2 3. وهبدأ أشتغل 8 عمود بلفة بتوعي. 2 3. وبكده أكون خلصت الفروع بتاعتي. هنزل هنا منزلقة، والناحية التانية منزلقة ارتفاع سلسلة، وهقص الخيط بتاعي. تمام. اهي الوردية دي البرزة دي. تمام. بتعمليها بالالوان اللي تفضليها والالوان اللي عايزاها او مناسبة لشغلك. تمام. هعمل معاكي فروع الفرع من ده. تمام. استخدمت الخيط ده جنجا في الالوان الخضراء كلها عشان يديني شكل الفرع المظبوط. طيب نعمل مع بعض. اشتغلت على فتلتين عشان الخيط بتاعي رفيع، وهبدأ هعمل سلسلة. تمام. ارتفاعها او كام عددها كام؟ 7. هنزل بس دي
عشان اعرف. هعمل 7. 1 2 3 4 5 6 7. تمام. وبعد كده بفوت 1 2 وفي التالتة بدخل منزلقة. تمام. لفة على الإبرة وهبدأ أشتغل نص عمود. نص عمود. تمام. لحد ما أوصل للآخر. تمام. وصلت لآخر سلسلة بشتغل فيها هي 1 2 3 في مكان واحد. بعد كده بكمل النص عمود اهو. تمام. اخر واحدة. بقفل في الحرف هنا، بخرج الخيط بتاعي كده لفة او سوري سلسلة، وبقص الخيط. تمام. بشد دي بيديني شكل الفرع. هقص بس الخيوط